عدم التغيير. استغرب بقى من الحتة دي، كله كلام غريب النهاردة. الواحد فاكر ان التغيير يوصل للتواضع، لا، ساعات عدم التغيير يجيب تواضع. الشباب بقى في الحتة دي جميل قوي. اكتر من واحد يجي في الاعتراف يقول ايه؟ زهقت من نفسي، طهقت، بقالي 20 مرة بعترف هو كلام، وصدقني يا ابونا بحاول، تقول لي صلي بطلع اصلي، وبدب نفس الدبة، وقع نفس الوقع، ومفيش حاجة بتتغير. قرفت من نفسي، زهقت. هو ما زهقش؟ لا يا حبيبي ما زهقش، ربنا ما زهقش. طب ما بتغيرش ليه؟ هو بيتغير بس في حتة تانية خالص. فهمتوا؟ هو ربنا سايبه ما بيتغيرش في كل اللي هو مركز عليه، في الوقت اللي بيضيف عليه حتة تواضع، لأنه مكسوف من نفسه، لأنه مش راضي على نفسه، لأنه حاسس أنه أنا مش نافع. كويس الشعور ده، كويس، خليه يكبر جواك الشعور ده، مش عشان تيأس، لا، حاشا من اليأس، عشان لما اشتغل معاك بعد كده تفضل غلبان وتفضل متواضع، ولا ما تقولش أنا بعد كده. لما يقول مثلا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي، ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. بولس بطريقته الجميلة عبر عن الحتة دي. ليه كل ما أحب أمشي صح أمشي غلط؟ ليه كل ما أنوي أتعدل أتكعبل؟ ليه طيب؟ طب ما ربنا يزقني زقة ويخلصني، ما يعدلني وخلاص، ما ديني بقول له عدلني. لا معلش، ما تجيش بسرعة، ناخد وقتنا أحسن. ربنا يسوع له المجد قعد مع تلاميذه كتير، وكل كلام المسيح من بدري: ما تحولوش هم حاجة، كل حاجة تزاد لكم، اتمتعوا بالصلاة، ركزوا في ربنا. مفيش حد سمع كلام المسيح ووعظه قد تلاميذه دول. ايه؟ بيسمعوا طول الوقت. وبعدين عمل 5 خبزات وزعوا بايديهم، والدنيا مشيت حلو. جت بقى ايه؟ 7 خبزات بعدها، معجزة تاني، وزعوا بايديهم. وبعدين قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين، يقصد الرياء او التعليم. فبصوا لبعض قالوا ما جبناش عيش، هنضطر نشتري، معناش فلوس. قال لهم ما بتتغيروش؟ طب اعمل ايه اكتر من كده؟ يوم 5 خبزات كم قفة شلتم؟ 12 يا ريس. يوم 7 خبزات كم سلة شلتم؟ 7. حتى الآن لا تفهمون؟ ساعات الواحد يقولها لنفسه: هو أنا ما بفهمش؟ هو أنا ما بتغيرش؟ يعني نفس الغلطة بنفس التفاصيل، نفس الفكرة بتتعاد تاني، نفس الوقعات. فساعات الواحد يبقى متغاظ: حتى الآن لا تفهمون، لا تذكرون. حصلت معايا، أقول لكم حاجة شخصية. كنت زمان لما كنت في الكلية كنت بطلع رحلة ماريمينا دي تقريبا كل شهر، كنت غاوي دير ماريمينا. وبعدين جماعة اللي في كلية الطب دول ما عندهمش أي نظام ولا التزام، فلغاية ليلة الرحلة اللي حاجزين 5 وأنا حاجز أتوبيس 50 مثلا، وطبعا خراب بيوت بقى، فأنا إيدي على قلبي، بكل مرة الصبح ألاقي 50. اتكرر الموقف ده فعلا لا يقل عن 20 مرة. فرحت الراهب هناك، كان أستاذي في مدارس الأحد، ربنا يديله العمر والصحة. قلت له: يا ابونا أنا زهقت من نفسي، أنا للمرة 20 بقلق، يعني المفروض بعد 3 4 مرة خلاص ما أنا فهمته بقى. يعني أنت تقلق بالليل تلاقي الصبح العدد والدنيا تمشي كويسة والأتوبيس يروح على خير والناس مبسوطة وخلاص. إنما ما فيش فايدة، ما بفهمش. فضحك وقال لي: بكرة تفهم. لكن أنا ابتديت أفهم دلوقتي. فكرة حتى الآن لا تفهمون، لما الواحد يتغاظ من نفسه إنه ما بيتغيرش، غالبا بيكون ربنا بيغير فيه من جوه حاجة هو مش شايفها، اللي هي أهم نقطة، وهي التواضع.